ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ خلاص شهر رمضان على الابواب. كل سنه وانتم طيبين والشعب العربي كله بخير وسلام. طبعا السحور ما ينفعش بقى في رمضان غير بشويه الفول بقى الجامدين دول. وانا اتخذت قرار ولازم تساعدوني فيه يا بنات. انا قررت ان اقف على عربيه فول. شويه الفول الجامدين دول مش هتلاقيهم بره، مش هتعرفي تاكليهم حتى من على عربيه الفول ولا في احسن المطاعم. تعالوا بقى اقول لكم عملنا العظمه دي ازاي ومن غير اي مكون سري. تعالوا بقى اقول لكم عملناها ازاي. خليكم معايا بقى هقول لكم على كام تركايه مهمين جدا. بصوا بقى يا بنات، خلينا متفقين ان الفوليه لازم تاخد وقتها على النار. ما ينفعش نسرعها، يعني لو حطيت لها بيكنج باودر هتخليها تستوي في 3 ساعات بس مش هتديكي طعم التدميس الاصلي. وعشان تاكلي شويه فول حلوين مش اقل من 6 7 ساعات على النار. بصوا بقى هنا، انا حطيت الميه بتاعتي كله على البارد، وحطيت كيلو من الفول المدمس، بس فوليه تكون حلوه وبلدي، وغسلته كويس وحطيتها في الميه، وحطيت عليها نص كوبايه من الفول المدشوش، ونص كوبايه من العدس الاصفر، وعصير 3 طماطميات او 4. يعني لو الطماطم كبيره يبقى 3 طماطميات بس كده. وحطيتهم على بعض وهسيبهم، بصي بس ما تغطيش الحله، هسيبهم لغايه ما يغلي بالشكل ده، وبعد كده تقلبيه عشان ما يفورش معاكي. انا كده كنت حطاه على نار عاليه يا بنات. بعد كده بقى ننقلها على عين صغيره ونهدي النار خالص، اهدى درجه حراره عندك بس. وهتغطيها بقى، وكل ما الميه بتاعتها تقل هنزودها بس ميه مغليه بس كده. وهتسيبيها، بس تابعيها اهم حاجه، وهتسيبيها مش اقل من 6 ساعات. يعني لو قدرتي تقعديها اكتر من كده كمان، كل ما هيقعد اكتر كل ما يبقى احلى. بصوا كده كان بقاله حوالي 6 ساعات. بصوا الفولية كانت خلاص استوت. انا بقى سبتها ساعة كمان، يعني خدت معايا حوالي 7 ساعات. على بال بقى ما الفول بتاعي يستوي، قلت بقى اعمل لكم شوية فول بقى بتقلية حاجة كده تحفة. حطيت شوية زيت في الطاسة، ونزلت كده ببصلاية مقطعة كده مكعبات، يا دوبك تدبل بس. اهو بالشكل ده. انزل عليها بقى بفص توم واحد مفروم، وانزل بقى بالطماطم بتاعتي والفلفل. طبعا فلفل بقى حامي براحتك، بارد براحتك، بس طبعا يفضل يبقى حامي يعني. بس كده يا بنات، اركنها بقى على جنب واشوف الفول بتاعي. هحط لها ملح، رشه ملح ورشه كمون. بس كده يا بنات، واشوف بقى الفول بتاعي. كده الفول بقى بقاله حوالي 7 ساعات على النار. شايفين شكله عامل ازاي ولونه عامل ازاي؟ من غير اي حاجه يا بنات، ومن غير بقى مكونات سريه ولا حاجه تضيع طعم الفول مننا. شايفين القشره نفسها اتهرت. اخد بقى معلقتين حلوين كده على التقليه. شويه فول يا بنات مش هتلاقوهم على عربيه فول، عشان كده بقول لكم انا قررت اقف على عربيه فول. نحطه بقى في الطاجن بتاعنا. يا لهوي على الريحه، كانت تهبل. وهنا بقى هعمل بقى شويه فول بالطحينه بقى والزيت والملح والكمون، خطير.
والباقي يا بنات تقدروا بعد ما يبرد تحطوه في اكياس على قد الاكله وتحطوه في الفريزر. هنا بقى دي اللحظه بقى الحاسمه. عاوزه اقول لكم طعمه كان خطير، حلو جدا. يا ريت تجربوه وتقولوا لي بقى ايه رايكم فيه، وبألف هنا.